يا مساء الخيرات على حضراتكم. طبعا كل الدنيا امبارح شافت الفيديو بتاع الامن اللي كان موجود في الحرم، اللي اتعامل بشكل مسيء مع السيده هناك، وكان في معتمر مصري يعني اتكلم معاه، نتكلم بالادب واتكلم بالذوق، وكان حتى التعامل معاه مع المعتمر المصري في منتهى الاساءه وما كانش احسن حاجه. ومش المفروض ان فرد امن او رجل امن موجود في مكان زي ده يتعامل مع الناس بالشكل ده. امشي ايدك ما تتمد، ايدك ما تتمد، ايدك ما تتمد مع الحمر. يلا شيل حرك، يلا ايدك ما تتمد، ايدك ما تتمد بالذوق والادب. اوريك تعال تعال هنا. صور كده صور شوفوا بيعملوا كده. ايدك ما تتمد. طبعا كلنا يعني شفنا الفيديو ده امبارح، ولكن ده مش هجوم بقى على، يعني انا مش ههاجم رجال الامن اللي موجودين في الحرم، ولكن لو انت مش هتقدر مثلا، حتى لو الناس اللي قدامك يعني متجاوزه مخهم على قدهم، انت بتتكلم مع كل الفئات والاعمار والاطياف والثقافات وكل حاجه، بتتعامل مع ناس كتير جدا. فلو انت مش هتقدر تتعامل مع الناس دي، فلا، يبقى المفروض ان يبقى في ناس يعني اكثر يعني تحملا. معلش استحملوا ضيوف الرحمن، يعني استحملوهم معلش. لان قبل كده كان حصل مع الست الباكستانيه اللي للاسف كان وقتها برضو بيقولوا مصريه، لكن هي كانت وقتها متجاوزه، هي مدت ايدها على فرد الحارس او رجل الامن اللي كان موجود في الحرم، وكلنا فاكرين الواقعه دي لما ضربته بالقلم، فما كان منه الا ان هو برضو ضربها، في حين برضو ان المفروض ان حضرتك كراجل في مكان زي ده الكلام ده تكون ثباتك الانفعالي اكتر من كده. ولكن الغريب حضراتكم بقى مش اللي حصل امبارح، لان هو تم التعامل معاه، وان تم التوقيف هذا الرجل، وان المصري المعتمر المصري قال ان تم التعامل مع الموضوع. وهو حتى كان اخوه كان في فويس منتشر قال ان هو مش عايزين يعني يتخذوا معاه اي اجراء، وان هم خلاص مفيش مشكله ومسامحين في حقهم. هم اخويا بلغ الشرطه وقتها، بتوع الحرم جم خدوا العسكري وخدوا اخويا، وتم التحقق معاهم مع اخويا، والمشكله اتحلت على طول في نفس الوقت. واخويا طلع، وحتى جزاهم الله الخير كان بيقول لك عاوزين تشتكوا على العسكري اشتكوا، قلنا له لا احنا مسامحين، احنا ما بيننا وبينه شيء. المشكله يا جماعه مش في ده، حاجه وحصلت، ومش هنعمم على الامن اللي موجود في الحرم، ومش هنقول ان الناس كلهم كده وان ما حدش، لا احنا مش هنتهم الناس كلها، ولكن هو واضح ان في مشكله كبيره مع المصريين. التعليقات كلها يعني بشعه، يعني احنا عايزين، يعني الاقي تعليق ان في واحده بتقول عايزين يبقى مع الامن اللي موجود في الحرم عصيان كهربائيه، لو حصل اي حاجه يكهرب اللي في الحرم. الناس هتكهربوا الناس في الحرم؟ الحجاج مثلا او المعتمرين عايزين الناس يكهربوهم؟ في واحده تانية تقول لك المفروض يسلحوهم. هتقتلوهم في بيت الله؟ ناويين تقتلوهم يعني ولا ايه؟ واحده تانية تقول لك ادوهم بالجزمه، حارس الامن يديله بالجزمه، وكفوا ايدك وكفوا يمينك ايه ده؟ انتوا ناس طبيعيه؟ انتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه او انتوا بتقولوا ايه؟ ده غير ان كل التعليقات وكل التويتات كلها ضد المصريين. هو للدرجه دي المصريين مزعلينكم؟ هو للدرجه دي المصريين مضايقينكم؟ والله لو مضايقينكم قوي كده امنعونا من الحج والعمره، امنعونا والله، وشيلوا انتوا الوزر. اصل احنا مش جايين يعني مش معزومين في بيوتكم، احنا جايين بيت الرحمن، ده مكان مقدس، احنا بنيجي نأدي فريضه حج او عمره، احنا مش داخلين بيتك. انت كل دورك ان انت كرما وذوقا وشوفوها باي طريقه محترمه تتقبلوها، ان انتوا بتخدموا ضيوف الرحمن، واحنا ما بننكرش ان انتوا بتعملوا اللي عليكم، لكن فكره تضربوهم بالجزم وكهربوهم وسلحوا الامن ويعملوا الكلام ده كله، لا، انتوا دي ناس مختله. التعليقات اللي شفتها امبارح انتوا ناس مختله، نفس الناس عماله بتتكلم على متحف المصري الكبير واوثان، وكلمتكم على الموضوع ده قبل كده. طب يعني الاهرامات والكلام ده كله ايه خير يعني؟ الاعجب والأجح والانيل والنباح الاكثر ضجيجا الهكسوس اللي طالع يقول لك، تلاقي تعليقاتهم بقى يقول لك الباكستاني يروح يعمل عمره مفيش مشكله، الهندي بيعمل، السوري بيعمل، الا المصاريه اللي عاملين قلق. المصاريه عاملين لكم انتوا قلق في مخكم، انتوا مخكم تعبان حقيقي. يعني النهارده لما نلاقي كميه الهجوم على الراجل اللي يعني ما حبش، هو على فكره مش مراته، يعني المتداول برضو ان الست اللي تم التجاوز عنها دي مش مراته، ست من اسيويه تقريبا حاجه كده، وفي بيقال انها من الشيشان، يعني مش مصريه، بس التصرف مش ادمي. في نفس الوقت عشان ما حدش يفتكر ان احنا ضدكم، يعني في برضو فيديوهات تانية متداوله لرجال الامن اللي موجودين في الحرم في منتهى الاحترام.
هيا حجي يا شلوم، هيا بارك الله فيك. هنا ما في كنسة. اهلا وسهلا. شكرا جزاك الله خير. ما يصلح انا كذا ما اريد. هنا المخرج هنا المخرج. بارك الله فيك. هيا حجي جزاك الله خير. باكستان هيا ما شاء الله باكستان هيا. يعني ده موجود وده موجود. يعني في راجل بشوش محترم بيساعد، وشفنا اللي بيساعدوا كبار السن واللي بيساعدوا المعاقين واللي بيساعدوا النساء واللي بيساعدوا هنا واللي بيساعدوا هنا. يعني مش معنى كده ان كلهم سيئين، ولكن العيب او المشكله او الكارثه في التعليقات. امبارح كمية الشتيمة في المصريين مش طبيعية. ليه يا عم؟ هو كان واكل ورثك، واكل اكلك، متضايق من المتحف. انتوا لو لقيتوا شبشبين في الصحراء مدفونين هتعملوا لهم متحف، ومع ذلك تطاول وتجاوز ومحاولة من التشويه والتسفيه بكل الطرق. يعني احنا النهاردة كنت لسه بكلم حضراتكم على الموضوع بتاع ان رمسيس الثاني فرعون الخروج والكلام ده كله. التشويه متعمد من الصهاينة، تشويه متعمد من الاسلامجية، تشويه متعمد من الاشقاء. نلحق على مين ولا مين؟ يعني الحضاره والتاريخ تعبكم كلكم كده، كلكم ملمومين علينا. يعني نتمنى ان الحمله والحاله اللي موجوده دي اتاخد شويه، لانها مش في صالح اي حد خالص، وده مش هجوم على اي حد، ولكن دورك او مكانك في مكان زي ده بيحتم عليك ان انت تتعامل بطريقه محترمه. لان دي مش اول مره يتم اتهام المعتمرين المصريين او الحجاج المصريين ان هم بيوسخوا الحرم، ان هم، وكانت الفيديوهات المفبركه كثيره وكثيره، وطلع بعض الجرابيع من اصحاب المحتوى اللي خدوا الفيديوهات المفبركه دي او الفيديوهات المنسوبه للمصريين وقالوا المصريين بيعملوا والمصريين بيسووا والمصريين فكفايه الحمله اللي معموله على المصريين. ولو مش عايزين نقولوها امنعونا، لكن هتفضلوا الهجوم على طول. المصارية الفسايخه وملموم دول على الهكسوس اللي موجودين وده كفايه، ما يصحش. يعني نلاقي تويتات تانية منتشره يقول لك احمد الشرع هيحكم. يحكم مين يا عم؟ يحكم على بيته. يا جماعه عيب يا جماعه، انتوا يعني فيكوا كل العبر، الواحد مش عارف يقول فيكوا ايه بصراحه. فنهدى شويه. والناس اللي عماله تكلمنا عن الحضاره الوثنيه والحضاره الكافره والكلام ده كله، انتوا تتمنوا يبقى عندكم ربعها. كان زمانكم عاملين متحف بطول وعرض البلد كلها. فاهدوا شويه، الموضوع مش في صالح حد. ولما حد بيتكلم بتقولوا فتنه، والفتنه بين الاشقاء، والفتنه ما بين الزفت والهباب والكفايه. ارجو ان احنا نهدى شويه، وارجو ان يكون التعامل مع ضيوف الرحمن بشكل ارقى من كده، بشكل محترم عن كده. اللي حصل امبارح الحقيقه يعني مش احسن حاجه، ولكن ده ما بنعمموش على كل رجال الامن اللي موجودين، لان في اكيد ناس محترمه، واكيد في ناس بتساعد الناس وبتخدم الناس بمنتهى الادب والرقي والاحترام. الموضوع مش مستاهل الحقيقه نتكلم فيه كتير، لانه ماشي ممكن بيتكرر، ولكن فكره ان انتوا تكهربونا ويقول لك اديله بعصايه الكهرباء بين عينيه وسلحوا رجال الامن المصاريه عاملين والمصاريه مسويين وصياح ونوح ونباح من امبارح، دي مش احسن حاجه. مش عايزيننا قولوا لنا مش عايزينكم، لان احنا لو بالتعامل ده وبالطريقه دي وبالهجوم ده، لا خلاص احنا مش هنيجي ونقاطع الحج والعمره، وذنبنا في رقبتكم وذنب الناس اللي عايزه تطلع في رقبتكم. خلاص ربنا غفور رحيم. يعني المهم زي ما بنقولها دايما وهنفضل نقولها، ربنا يحفظ مصر وجيشها وحضارتها ويحفظكم ويسعدكم جميعا يا رب. أرضي وأنا حر فيها، ولا تلومن إلا أنفسكم